مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم في قناتي وصفات وتدابير صفية. اليوم راح نشارك معكم منتوج متواجد في الاسواق الجزائرية اللي هو مقتصد البيض، وراح نشارك معكم النتيجة تاعو اذا عجبني ولا لا. هذا مقتصد البيض يقتصد لك في كمية البيض اللي راح ديريها في الوصفة. مثلا راح ديري 4 حبات بيض، تنقصي 2 حبات وديري ساشي من مقتصد البيض. بالنسبة للسعر تاعو دير 1005، ويجي هكا في اكياس كيما الخماره ولا فاني. وكيس واحد من مقتصد البيض يعادل 2 بيضات. هاوليك هذا الساشي يعادل 2 بيضات، يعني اذا كنتي راح تستعملي 4 بيضات ديري 2 بيضات فقط وساشي من مقتصد البيض. متواجد يعني في الاسواق، تلقاوه بزاف عند اللي يبيعوا دوزان الحلوى. وكما قلت لكم يقتصد لكم في كميه البيض، ولكن ما يعوضش البيض، يعني هذه نقطة مهمة. كاين اخوات عن بالهم هذا مقتصد البيض يعوض البيض، يعني ما ديرش كامل البيض في الوصفة ودير هذا الساشيات. لا لا البنات، لازم تديروا البيض. مثلا انا راح ندير مسكوتشو نورمالمون يجي فيها 4 بيضات، انا راح ندير 2 بيضات وساشي مقتصد البيض. ماشي يعني نروح نستغنى تماما على البيض، يعني نحي كامل هذوك 4 بيضات وندير غير هذو الساشيات، يعني هكاك ماهوش راح يعطيك حتى نتيجة كشغل ما درتيش البيض. يعني هذا واسمه مقتصد البيض وليس بديل البيض، يعني ماهوش بديل، ماهوش راح يعوض لك البيض 100%، يعني راح ينقص لك 50% من كمية البيض المستعملة في الوصفة. نتمنى تكونوا فهمتوني. فوالا دوكا نروحوا للوصفة تاع المسكوتشو. راح ندير اوليو باش ندير 4 بيضات راح ندير 2 بيضات وندير ساشي من مقتصد البيض. ساشي واحد يعادل 2 بيضات، يعني هذا مقتصد البيض راح يساعدنا بزاف، خاصة في الوصفات اللي ياكلوا البيض بزاف، كيما لي كراب، كيما مثلا الحلويات اللي يجي فيهم البيض. يعني ديري غير نص الكمية وتكملي بهذوك الساشيات. هنا حطيت البيض 2 حبات، حطيت ساشي مقتصد البيض، وحطيت سكر كاس غير ربع، وراح نزيد الزيت كاس تاع الزيت. يعني وصفة المسكوتشو العادية كامل تعرفوها، 4 بيضات، كاس زيت، كاس سكر، كاس حليب، والفارينة والخمارة بيان سور 2 خمارات. يعني اول مرة نجرب المسكوتشو بهذا المقتصد تاع البيض. هنا شوفوا البنات ما كانش عندي الحليب، ما لا درت واحد ياغورت هذا تاع الفواكه. وجات بزاف بنينه يعني هذه المسكوتشو، في الاخير نوريكم. يعني جات خفيفه، جات هشيشه. وهنا خلط كلش. يعني انا جربته في المسكوتشو عجبتني النتيجه صراحه. نتوما تقدروا تجربوه في حلويات اخرى، في لي كريب باسكو لي كريب ياكلوا البيض، تقدروا تجربوه في حلوه الطابع. وهنا راح ندير الخماره، 2 خمارات مع الفارينه. ولايم يعني هذيك المسكوتشو تكون ما خفيفه، العجينه تكون ما خفيفه ما ناشفه بزاف، يعني كامل تعرفوا القوام تاعها. وندخلها طيب على 180 درجه، ونرجع لكم باش نشارك معكم نتيجه مقتصد البيض. وهاي لك المسكوتشو تاعي بعد ما طابت، خضات معايا حوالي 20 دقيقه، خليتها تحمرت مليح. وصراحه عجبتني النتيجه، يعني جات طالعه درتها غير ب2 بيضات وساشي مقتصد البيض. وهنا راح نزينها بكونفيتور تاع المشماش، وندير لها شويه نوات كوكو. وانتوما تقدروا تزينوها بواش حبيتو، تقدروا تذوبوا شوكولا وديروها، تقدروا ديروا سكر غلاسي كيما تحبوا. هنا شوفوا هذا المعجون صنع منزلي، على هذاك راهو طراف كبار. المهم دوك انا ندير لها نوات كوكو ونقسمها ونوريها لكم. يعني صراحه عجبتني النتيجه. وهذا مقتصد البيض يعني اعطاني حجم مناسب للكيكه تاعي، يعني ما جاتش هابطه مالغري درتها غير ب2 بيضات وساشي مقتصد.
يعني اوليو باش ديري 5000 ولا 6000 زوج حبات بيض ديريها ب1005 فقط. يعني صح راح يقتصد لك في كميه البيض وفي السعر تاعو. البيض راهو بزاف غالي، يعني بلاطو راهو يدير 60-70. وشوفوا كيفاش جات هشيشه وطريه، يعني ما جاتش ثقيله لداخل. ننصحكم يعني تخدموا به. راح نزيد نخدم وصفه اخرى ان شاء الله. بالك ندير حلوه الطابع، بالك ندير ليك خاب بهذا مقتصد البيض، ونشارك معكم ايضا النتيجه. يعني بالنسبه للمسكوتشو عجبتني النتيجه، جات روعه وجات بنينه. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك، والى اللقاء.